القصة حسب طلبات الأخ المصور قاسم حميدي. أنا غاريها كم مرة، ولكن هو يقول هذا بالعراق كان يعيش فرد رجل شيخ باسم بدر الرميض من مشايخ بني مالك الصوالح. يقول هذا عمره وصل 85 سنة. تدري هاي شيابنا اخوي يقعدون براق المضيف، وقبل يرحل هذا البنات يجيبن ماي وين يرجع الماء كانت مثل هسه حنفيات وهاي. يقول مرت عليه البت وايد جميلة، هو القلب هذا ترى ما يعرف شايب وشباب وهاي يرف. يقول رفع عليها القلب حبها. ايش قال بدر الرميض؟ قال صرت بهواك يا مدلول تدرك، ورع يلي بعد سنتين من موتانا يا ساهل عين تدرك، بشتلي ومنك يريدون دية. يقول هذا ابن شاعر، او سمع الوالد شلون هذا الوالد عشق وهاي. قال عجيب هذا بدر الرميض بهاي هيبته وهاي. قال له يبا يهابك كل شجاع وليث يدراك تخضع للبعد سنتين. شلون تقول ساهل عين يدرك شتيل من الهوى ما له خطية؟ يقول ابنه راح خطبها أبوها قال له هاي مخطوبة لابن عمها، ولكن عندنا أختها هي بنفسها بروحها بجمالها. قال له باكر خلي تمر على الشيخ وشوفها. يقول مرت الشيخ عاين لها، قال اجت تمشي وساترها بختها، اتخطوا ناري بقلبي. ياهو القال بدلها بختها، شلون الذهب والفضة سوية. ها صرت بهواك سعيد خميسي، صرت بهواك يا مدلول تدرك. أباتا بالندم واصبح بلا ماي، مثل هرش الكبر يزهي. طراريد العشق صارت بلا ماي، مراديهن هوى وشطهن سراب.